أهلا وسهلا ومرحبا بكم. صباح الخير، صباح النور، ولا مساء الخير، مساء النور. بغيت نفهمكم يعني كان شي صوالح علاش حنايا نمرضوا بالاكتئاب، وعلاش الانسان يمرض بالاكتئاب، وعلاش نمرضوا حنايا من يجينا الامراض النفسيه، وعلاش نقعدوا في معاناه طوال حياتنا. خليني نحكي لكم باش نعطيكم مثال باش تفهم. تخيلي بلي انتيا عندك دار، هذه الدار انتيا جا مثال عندك ضيف، وهذاك الضيف جاب قشه. هذاك الانسان اللي جا عندك ضيف جاب قشه، جاب كسوته، جاب ماعينه، جاب فريجيدانه، جاب كلشي. وانتيا مثال هذه دارك مثال. انتيا هذاك الانسان قعد عندك شهر ولا شهرين ولا ثلاثه ومن بعد كي راح. هو الشخص راح ولكن خلى عندك القش تاعه، خلى عندك ذاك الباجاج تاعه. هذاك الباجاج تاعه ولا ديرلك الضيق في دارك ديالك الضيق، ولما تجي تتحرك تبي الضيق. هذاك الماعين تاعه صوالحه كانوا داير لك الضيق. هو صح راح بصح الماعين تاعه هم داير لك الضيق. انتيا باش تتوسعي وتحسي بالاخر، تحسي هكا الدار توسعت عليك، لازم تمدي قشه، تمديه المولاه. واذا ما حبش يديه مثال ولا تقيسيه، قال ما نسحقاش ولا تبيعيه ولا المهم تخرجي داك الباجاج. لما الباجاج يخرج من دارك ترتاحي، تحسي دارك وسعت وتحسي دارك كبرت. كيما هكا علاقتنا حنايا بوالدينا دايره كيما هكا. حنا والدينا، انتيا درك انتي والديك خرجوا من حياتك، درك صاي انتي تزوجتي ورحتي صاي، هما خرجوا من حياتك بصح الباجاج تاعهم مازال موجود عندك. انتيا قشهم وصوالحهم مازالوا عندك. كيفاش؟ انتيا كي كنتي صغيره نورمالمون يحتووك، ونورمالمون يبغوك، ونورمالمون يديروا لك كلش هكا. انتيا كي كنتي صغيره كنتي يعني كانوا يعطيك غير طاقه سلبيه، كانوا يعطوك طاقه سلبيه، كانوا ينقرشوا عليك، كانوا يضربوك، كانوا يعاملوك معامله ماشي مليحه، ما يلبولكش طلباتك، كنتي عريانه جيعانه. كان عندك كامل ميزيريا، نقولوا احنا مثال ميزيريا اللي كانت عندك. انتيا هما لما خرجوا من حياتك ورحتي تزوجتي ما داوش الباجاج تاعهم، الطاقه السلبيه تاعهم ما زالت موجوده فيك. هذيك الطاقه السلبيه هذيك تعاود تحيا. وين تعاود تحيا في الراجل، في راجلك. هذيك الطاقه السلبيه تاع بوك تعاود تحيا في راجلك، والطاقه السلبيه تاع امك تحيا في معاملتك مع ولادك. لانه واحد كيكون فقير حب ما يقدرش يمد لولاده الحب. صايي انتيا باش انتيا تخرجي داك الباجاج، تخرجي وتعطيه لامك، ولا المهم تتخلصي منه، المهم ماشي تتخلصي منه، تتحرري منه باش الدار توسع لك، النفسيه تاعك توسع لك، تخرجي. دوك انتيا كي تتخيلي بوك وتعاودي ترجعي للوراء، انتي راكي قاعده تنظفي، انتي راكي تخرجي في داك الفريجيدير، وتخرجي في داك الماعين، وتخرجي في داك القش. كيف ديك الطاقه السلبيه اللي عطاها لك بوك، انتي راكي قاعده تنقي فيها. بمجرد ما انك ترجعي وتبداي تنقي، انتي في الاولى تحس بروحك انا تزوجت، تحس بروحك هربتي من دار بوك. هي لا، الجهاز العصبي تاعك راه مازال ملمد، الجهاز العصبي تاعك مازال راه فيه التراكمات. لذلك اي حاجه تحدث برا راه جسمك يستفز بالخف، راه يستفزك بالخف. اي حاجه تكوني رافضتها لداخل اي حاجه يديروها لك راكي تستفزين، لانه كيحس بروحك دفنتي كلش وصاي تصالحتي مع امك وبوك، انا عاودت صفحه جديده. انت ما عاودتيش صفحه جديده. هذا هي تاع تكرار الرساله واعاده الخلق. يعني هو يقولك اعاده الخلق، ماشي انتي تروحي تعيدي الخلق، تخلقي الشجر وتخلقي البحر وتخلقي كلش، لا. يعني في العائله تاعك، في العلاقات تاعك انتيا، في العلاقات انتي شاكي، يعني انتيا شي الحاجه اللي قاعده تتكرر في حياتك، شي المعاناه اللي راهي قاعده تتكرر في حياتك. يعني تحسي وكانه الوقت حبس عندك، ما كاش تطور في حياتك، دراهم ما كاش، يعني تحسن في علاقتك معاه ما كاش، ما كاش، تحسي روحك عالقه في دائره. لذلك انتي الجهاز العصبي باش يتحرر من هذاك يعني الطاقه السلبيه اللي جبتيها من بوك ولا جبتيها من امك. انت كيفاش غادي تتحرري منها؟ لازم ترجعي للوراء، ولا تكتبي لامك رساله، لازم ترجعي للوراء، تتذكري امك كيفاش كانت تضربك،
وتتذكري كيفاش كنتي تتصوتي وكيفاش كنتي تتبكي. انتي كي تتذكري هذو الاشياء، تتذكري مثال بوك ما كانش يسقسي عليك، وتتذكري انه ما كانش يشري لك مثال صباط وما كانش يشري لك سروال، وتتذكري هذو الاشياء الاهمال اللي كنتي عايشتها، وتبدي تتذكري وتبكي. هذه سموها راكي تفرغي وراكي ديري عملية تحرر. هذيك العملية التحرر شدير، راكي تنقي في ديك الدار تاعك، راكي تنقي فيها. الجهاز العصبي تاعك يبدا يخدم من جديد، النفسية تاعك تبدا توسع للدنيا. يعني كما احنا نقولوا ما تبداش نخلق في حياتك رسائل تبدا تتكرر، معاناة تتكرر. لا، بمجرد انك صاي غادي ترجعي تتذكري كنتي في القرايه، تتذكري كنتي صغيره، مثال تتذكري كنتو تباتوا بلحشه. يعني نكونوا واضحين، وباش نكونوا ما نكونوش ما ننافقوش. انا ما نافقه كنتي ما تنافقيني، وحتى وحده ما تنافق وحده. كنتو نتوما عريانين ومشي كسيانين. تتذكري وتهضري مع بوك في خيالك. هكا راكي جهازك العصبي العصب تاعك راكي تخوي فيه من الطاقه السلبيه. تتكلمي مع بوك تقولها انا كنت عريانه وكنت جيعانه وانت كنت مهمني صحيح، وتبداي توصلي له الميساج اللي كنتي باغيه توصلي له من زمان يا رحمن. وتعاودي فين تكريها لامك وتقولي لها ما شا كنتي ديري لي، كنتي تضربيني وكنتي هكا. كاين اللي كانت تعاير همها، وكاين اللي كانت تضربها، وكاين اللي كان القساوه. هذيك القساوه ديك القساوه اللي تكوني عايشتها كي في الصغر. هذيك القساوه لما تكبري تبدا هي تاثر عليك. كيفاش تاثر عليك؟ حنانه مكاش، عاطف مكاش مسامحتهم. كنتي هما زوج الاولين. تبداي هنايا هذا هو الاكتئاب. طوال حياتك وانتي قاعده بينك وبين روحك تلومي في امك. خرجيها طايطاي غمضي عينيك ولوميها في غرضك، والاشياء اللي كنتي باغيتها من امك انتيا لبيها لروحك. انا كنت باغيتك تعنقيني، عنقي روحك. انا كنت باغيتك تكوني كيما اختي، كوني خط روحك. انا كنت باغيتكم تشروا لي ما شريتوليش، انا نشري روحي. بديت تتكلمي مع روحك كيما هكا. كل ما نظفتي جهازك العصبي، كل ما رجعتي للوراء وتذكرتي، كل ما جهازك العصبي بدا ينظف. لما هو يبدا ينظف تبدا الترددات اللي تخرج منه نظيفه. ماهيش ذبذبات سلبيه، انه الذبذبات السلبيه تجيب لك المزيد من السلب. اي وحده تكون تشرب في الدواء تاع الاكتئاب ما تحبسيش الدواء. انتي الدواء راكي تشربي فيه بس ما تحبسيش، بس خدمي القلق هذاك واللي نار هادو يجونا مره. انا راني رافضه وراني دافنه، انتي راكي رافضه ودافنه الماضي تاعك. هو امر في الاولى يكون امر صعيب انك تدخلي فيه. هو في الاولى باش كنتي حاجه دافنتها في مثال 30 عام ولا 25 عام ولا شحال من عام، انتي دافنه هذيك المنطقه وبتحاولي تدخلي لها. لما انتي تدخلي لها في الاولى تكون مؤلمه بزاف، بصح من بعد صاي جهازك العصبي النفس تاعك ولا عقلك ما يوليش يهرب من الالم، يولي حاجه عاديه. تولي تتذكري من بعد كينا كل التفاصيل. راني باغيتك تفكري التفاصيل كي كنتي صغيره. تصالحي مع داركم، تصالحي مع حيطانكم، تصالحي مع بيبان تاوحكم، تصالحي مع كلش، مع فراشكم، تصالحي مع مواعينكم كي كنتي صغيره وكنتي غريان. هذو الاشياء كامل تكون في الجهاز العصبي، وتكون تكوني رافضتها. العيشه اللي تكوني رافضتها تكون موجوده في داخلك. لما انتي ترجعي لها شعورك ديري لها سيبريمي. لما انتي ديري لها سيبريمي هي تبقى
تبقى في الذاكرة، ولكن هي تبقى درس، هي تبقى درس انه انايا فوت هذيك المرحلة وانا ما زلت بخير. هي تبقى لك مجرد درس انك فوتيها، انك عقبتيها برك، وانما تألمك وترفضيها لا، تولي تحسي روحك انسانة حرة، تولي تحسي روحك خفيفة. كيما قلت لك الدار كي تكون معمرة والقش منا والمواعين منا والصوالح منا فريجيدة منا، هادو كامل الصوالح تاع الناس ما تصيبش كامل وين تدوري، تولي وين تدوري تحسي روحك مخنوقة. بصح كي تبداي تخرجي هاد الصوالح، تبدا الدار توسع عليك، تبداي تتنفسي، تبداي تحسي براحة، انا راني مرتاحة، لانه صاي بديتي تمدي باجاج الناس، باجاج تاع امك والباجاج تاع بوك صاي. لذلك انتي خدمي على روحك. انا راني نقولك باش تتشافاي وتداوي وتريحي في الدنيا، الجهاز العصبي تاعك خدمي عليه بزاف صاي. تأمل ثاني، تأمل يرخي الجهاز العصبي. لذلك لما تكوني مجمعة مثال ولا تكوني ديري في تأمل ولا، حاولي انك يعني كي تجمعي انه تحسي بالارض اللي تكوني مجمعة عليها، ولا الفراشة ولا الفريش ولا المطرح، ولا يعني الشيء اللي تكوني قاعدة عليه، حسي روحك ثقيلة، ارخي جسمك كامل. ايضا الكتابة ايضا فيني مليحة بزاف، لذلك استعملي كل الادوات. كي اللي تقولي انا شاندير، نقولك استعملي كل الادوات، استعملي الكتابة، استعملي اليوغا، استعملي التأمل، استعملي كلش اي حاجة. شتي كي نعطيك انا دار مسخة ونقولك حاجة نقيها، شا غادي تجيبي لي الازيس، تجيبي جافي وتجيبي الصابون، تجيبي كل الانواع باش تنقي كلش، تجيبي كلش، ديري كلش. المهم انتي باش تنظفي، نقي على روحك وخرجي الصوالح اللي ما تحتاجيهاش، وخرجي حتى الاكياس تشريها باش تتخلصي من باش تتخلصي كيما نقول، ديري عمليه تحرر انك تنظفيها. كيما هكا حنايا صارينا اجسامنا هي مثل المنزل كي يكون مغموم تكوني حاسه بروحك ماكيش مليحه. الدار كي تكون متهاويه وتكون نقيه وتكون تبداي انتي تحسي براحه. كذلك حنا لداخل، حنا نقعدوا انسان من الداخل يقعد يلقط، ومن بعد كي يدير عمليه دفن. لذلك يقولك الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. تحدثك عمليه الدفن، انتي تحس بروحك صاي، انتي راكي صاي تهنيتي وارتاحيتي وهربتي من ديك العائله، ولا هربتي من ديك الدار، ولا هربتي من داك المكان، ولا انتي تحس بروحك صاي تخلصتي، ولا صاي هجرتي كيما حنا نقول. هو مجرد دفن، راكي مدفونه، راكي دافناته. جاست من برا تحيي لك كلش، جاست برك تحيي لك كلش. لذلك كما قلت لك انتي كي غادي ترجعي للوراء، انتي راكي ديري عمليه ترميم، راكي ديري عمليه تنظيف باش تستقبلي الدنيا ما تنجميش تستقبليها وانتي مبلعه التيوق ومبلعه البيبان. انتي كلش راه مظلم عندك، غادي ديري من تستقبلي من هذه الدنيا. لذلك نتمنى لو افدتك ولو كلمه، ما خدمي على روحك، خدمي على نفسيتك، خدمي. انني نقعد نشوف التعليقات نحس وكأنه الدنيا قاعده ضيقه نحس ان وحدك تكون الدنيا ضيقه عليه. نحس حلو البيبان، حلو التيوق، يعني صح غادي تتألمي دقيقه وزوج وثلاثه، بس خدمي على روحك، خدمي على نفسيتك، نقي. نتمنى لو افدتك ولو كلمه. مع السلامه في فيديو اخر.